السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى ان شاء الله هعمل معاكم كده فيديو بسيط. ان شاء الله هعمل معاكم سمك. انا هنا جايبة ده سمك قشر بياض على سمك بولتي. الفيديو اللي انا كنت مصوراه بتاع المشتريات كنت قلت لكم ان انا جبت سمك. الراجل كان نضفهولي، بس ايه يعني انا بقى غسلته كده وكنت شيلته ساعتها في التلاجة. انا بقى دلوقتي طلعته يفك، وهبدأ بقى ان انا ايه، ان انا اعمل منه كده. طبعا انا كنت غسلاه اول مرة خالص، وكنت منضفة السلسلة بتاعة الدم اللي فيه، وشيلته في التلاجة. النهاردة بقى لما فك هشطفه كده برضو شطفة كمان، ونبدأ بقى نشوف هنعمل فيه ايه النهاردة. طبعا النهاردة انا هعمل السمك بطريقتين، يعني كل نوع هعمله بطريقة، وان شاء الله تعجبكم يعني. طبعا انا هنا جايبه بقى السمك، كنت خلاص انا غسلته. هبدا بقى طبعا جايبه ده توم على ليمون مقشره وشايله البذر منه. اهم شيء عشان ما يمررش معاكي قشريه وشيلي البذر منه. وعندي بقى فلفل حامي احمر واخضر، ودي بصلايه صغيره، والبصلايه هنا اختياري، لو مش حابه تمام، بس بتديله طعم حلو قوي. طبعا ده جزر مبشور وده شبت. عايزه تحطي كزبره او بقدونس براحتك، بس انا بفضل الشبت والبقدونس السمك بالذات. وطبعا ده فلفل، لا فلفل ايه سوري، كمون وكزبره وملح. معلش انا نسيت انا عملت ايه اصلا يعني. هنا بقى طبعا جهزت بقى كده كل حاجه. هعمل طبعا الايه، الخلطه بتاعه السمك في الكبه، او ممكن تعمليها في الخلاط عادي. هنزل بقى بالبصلايه، وهنزل بقى بكل الايه الحاجات اللي انا وريتها لكم دي. طبعا نسيت اوريكم ان احنا هنحط ربع كوبايه خل. دي انا نسيت يعني احطها في المقادير، بس هحطها معاكم يعني دلوقتي. هنزل بقى بربع كوبايه خل كده صغيره، علشان ايه تحرك الخلطه دي يعني وكده، وتبقى يعني سلسه كده، ما تبقاش ناشفه يعني. هنا طبعا بقى كنت خلاص كده ضربتها في الكبه. هبدأ بقى ان انا احط عليها شوية من الخضرة وحبة جزر. طبعا انا مش هحط الكمية كلها بتاعة الجزر والخضرة، الباقي انا هستخدمه في السلطة يعني. بس انا يعني حابة ان برضو الخلطة تبان. لو حطيت خضرة كتير وجزر كتير هيضيع من طعم الايه التوم والتتبيلة يعني وكده، او هتحس ان التتبيلة قليلة. فانا هحطها بس كده تدي ايه، تدي ريحة. طبعا هنا بقى انا طبعا ما كنتش مكتره الملح، كنت حاطه معلقه صغيره من الملح، عشان انا مش بحب الخلطه تبقى حادقه قوي. لو حد يعني بيحب ياكل الخلطه دي مع السمك ما يحسش بايه، بالحدوقيه بتاعتها. هنا بقى طبعا هجيب بقى طبعا السمك، وهبدأ ان انا ايه، ان انا املحه. يعني احنا بنملح السمك حوالي قبل ما نقليه على الاقل ساعة. طبعا انت كل ما بتسيبيه في التتبيلة اكتر، كل ما يديكي طعم حلو قوي، وهو بيتشبع من التتبيلة. ويفضل طبعا في الجو الحر اللي احنا فيه ده، ان احنا لما نتبله ندخله التلاجة، علشان الحر طبعا وكده. هنا بقى طبعا هتبله بقى معاكم. طبعا هتبل قشر البياض الاول، وبعد كده البولتي في الاخر. انا بحب دايما ارتب يعني كل حاجه، ما باخدش بشكل عشوائي، معرفش ده مرض ولا ايه. فالمهم انا ايه، حبيت ابدا بقشر البياض الاول، وبعد كده البولتي في الاخر يعني. بصي بقى كمان انت ممكن تتبلي التتبيله دي من بالليل. يعني ممكن انت تغسلي السمك وتنضفيه وتتبليه من بالليل، وتحطيه في اول رف في التلاجة، اللي هو الرف اللي تحت الفريزر على طول. تاني يوم برضو هتلاقيه برضو متبل افضل، وشارب برضو من التتبيله. وممكن برضو من ضمن الحاجات اللي انا ما عملتهاش وما خدتش بالي منها، ان احنا ممكن نقطع السمك من بره كده، نعمله زي نشرحه يعني كده، وندخل برضو التتبيله في قلب اللحم بتاع السمك. بس طبعا انا ما يعني نسيت اعمل الايه الحركه دي. دايما بفتكر معاكم الحاجات دي وانا بسجل الفيديوهات، والله احس ان انا كان في حاجه كنت عايزه اعملها ونسيت ان انا اعملها. فكده بقى هتبل بقى كل كمية السمك، وهرجع بقى اوريكم الشكل النهائي بقى. طبعا هنا كنت خدت واحدة بولتي، ما حبيتش ازعلكم، هتبلها اهي معاكم اهي. بس كده، والباقي بقى طبعا كله هتبله وهوريهولكم بقى كله يعني ان شاء الله كده. هنا بقى طبعا كنت تبلته، وحطيت بقى عليه بقى من على الوش حبة برضو من الخلطة. عايزة اقول لكم الخلطة دي اتبقى منها برضو حبة صغيرين، هحطهم في السلطة. فشلتهم في التلاجة لحد بقى ايه مع السمك وكده، لحد ما اجي اعمل السلطة. وبعد كده يعني هحطهم في السلطة، بتديها طعم حلو قوي.
طبعا هنا بقى هعمل رز، بس انا طبعا مش هعمل رز كتير. انا قلت لكم ان احنا عددنا مش كبير، احنا 3 افراد بس، وانا اصلا ما باكلش رز مع السمك. يعني انا بفضل لما يكون في سمك باكل بعيش بس. فانا هعمل هنا حبة صغيرين كده مقدار كوباية على قد بابا وماما بس. طبعا رز السمك يعني انا بعشقه، بس ايه، لما بيكون في جنبه سمك معرفش ليه بهتم بالسمك وبسيبه، بس لازم طبعا ادوق منه على الاقل معلقه او اتنين يعني. فهقول لكم بقى النهارده انا بعمله ازاي. طبعا اول حاجه رز السمك لازم يكون رز احمر. يعني انا بحب كده، في ناس بيعملوه رز ابيض، طبعا هي عادات، بس انا ما بشوفش السمك الا بالرز الاحمر معاه، ما بتخيلهمش مع حاجه تانية يعني. فهنا بقى طبعا انا حمرت البصله. طبعا مش هحرقها، انا هخلي لونها بني بس. من ضمن الحاجات اللي انا بحب احطها قوي في الرز بتاع السمك الجزر المبشور. بيديها طعم حلو جدا جدا، ويا سلام بقى لو في جمبري، وتحطي الجمبري والجزر المبشور في قلب البصلة دي، بتبقى حلوة جدا. هنا برضو بعشق الكركم. يعني الكركم انا بحبه جدا جدا في اغلب الاكلات بصراحة. فهنا بقى حطيت معلقة كركم كده محترمة يعني مع الجزر المبشور، وهقلبهم بس كده لمدة دقيقة ولا حاجة. عايزة اقول لكم بتخلي لون الرز جميل جدا. يعني الناس اللي ما بيحطوش جزر وكركم في الرز فاتهم كتير بصراحة. ولو جربتوه بالطريقة دي هيعجبكم قوي 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 بصراحة يعني. هنا بقى خلاص كنت غاسله الرز ومجهزاه، هنزل بقى عليه يعني على الخلطه دي، وهبدا ان انا ايه اقلبهم. طبعا هنا بقى هفضل اقلب بقى الرز لحد ما يتشرب من الخلطه وياخد ايه، وياخد بقى لون بقى من لون الخلطه. بصوا بقى ما شاء الله، يعني بدأ لونه يتغير. واحب اقول لكم كمان بقى لما يستوي ويتشرب هتلاقوا لونه خطير وجميل جدا يعني. مفيش مرة اعمل فيها رز مع السمك الا لازم اعمل الرز بالطريقة دي، وكل ما شاء الله اللي داقوا بالطريقة دي يعني بصراحة بيحبوا جدا بصراحة يعني. هنا بقى هنزل بحبة بقى مية طبعا على قد بقى المقدار. عايزة اقول لكم كوباية الرز دي ما شاء الله يعني زادت وكمان اتفضل منها. هنزل بقى طبعا على الرز ده بحبة كمون وحبة ملح. طبعا انا نسيت اصور تقريبا الكمون، مش فاكره، بس انا كان بيتهيألي ان الفيديو بيصور، اتاري الكاميرا كانت مقفوله. فانا اصلا حطيت بعد الملح، رحت اجيب الكمون وحطيته، وبعد كده اكتشفت وانا دلوقتي بسجل معاكم ان انا ما يعني ما حطيتش كمون، بس انا حاطه يعني. هنا بقى طبعا هجهز بقى للدقيق بقى طبعا علشان اقلي السمك. طبعا هنا جبت الدقيق، حطيت عليه معلقه كبيره من النشا، وهنزل بقى بشويه كركم صغيرين على شويه كمون على شويه كزبره، وهقلب الدقيق في كل الكلام ده. طبعا احب اقول لكم على حاجه، انا كنت شفت كده طريقه لحد كان بيحط السمك في الدقيق ويشيله ويحطه في ميه ويقليه. عايزه اقول لكم انا النهارده حبيت اجرب التركه دي. يعني انا بقلي السمك عادي كل مره، فحبيت ايه يعني اكون مختلفه يعني، واقدم لكم يعني حاجه زي اللي بشوفها يعني. فبصراحه كانت تجربه فاشله جدا. هل انا بقى مش عارفه العيب كان عندي انا، ولا هي يعني اللي بيصوروه بالطريقه دي بيضحكوا علينا، ولا ايه؟ انا مش عارفه. عايزه اقول لكم اول سمكتين عملتهم بميه باظوا، يعني حرفيا باظوا. فهنا بقى انا كنت طبعا ايه، حبيت بقى اجيب ميه بقى كده واعمل زي ما بيعملوا، وحبيت بقى اضيف انا بقى حاجه من عندي، ان انا اعصر ايه ليمونه بقى في الميه بقى علشان السمك. وقلت هقلد بقى الترند بقى اللي هو ايه اللي طالع ده، ان احنا نحط السمك في ميه بعد الدقيق. انتوا عارفين انا للامانه الحاجه لما بتطلع معايا مظبوطه بقول، مش مظبوطه فللامانه انا هقول لكم على تجربتي في الفيديو. حابين تجربوا، لو جربتوا ونجحت معاكم قولوا لي، هيبقى العيب فيا انا. فهنا بقى انا ايه يعني عملت زي ما شفت الفيديو. حطيت السمك في الدقيق، وبعد كده بقى هرفعه واحطه في قلب الايه الميه، بعد طبعا ما ايه ما هنفضه من الدقيق. انا شفت الفيديو كده بصراحه، حطيته في الميه وبعد كده صفيته وجت حطاه على الطاسه. طبعا عملت الحركه دي، وعايزه اقول لكم عينيكم ما تشوف الا النور، انا غسلت الطاسه من اللي جرى فيها. انا فجاه لقيت يعني السمك مسك في الطاسه، وانا بقلبه اتقلب باعجوبه. وعايزه اقول لكم الطبقه اللي هي بتاعه السمك اللي على الوش دي يعني اتهرت او اتقشرت.
فما عجبنيش. جيت بقى بصراحة في بعد السمكتين دول رميت المية وقليته في دقيقة عادي، ما شاء الله بصراحة يعني لحقت الدنيا وطلع جميل. بس للأمانة أنا معرفش هل العيب كان عندي أنا من حاجة مثلا، هل أنا طبقته غلط الخطوة دي ولا هما بيضحكوا علينا ولا ايه، مش عارفة بصراحة. ادي اهو برضو تاني برضو مرة عملته بنفس الطريقة برضو. هنا بقى كان اول بقى مرة، بصوا هوريكم الزيت، بصوا الزيت المفروض ان هو كان صافي، وهنا بقى كنت انا ايه الرز كان بدأ خلاص اهو يتشرب فوطيت عليه اهو. هنا بقى هجرب في السمكة دي كمان، بس هنا بقى هشيل المية بقى، مش هحط بصراحة السمكية دي في المية. انا جربت في اول سمكتين بس. او هنا بقى كنت بشيل المية بقى قدامكم وارميها، وفعلا ما كملتهاش بصراحة بالطريقة دي. فماما بتقولي يمكن العيب في السمك، يمكن نوع السمك ده مش عايز كده، بس انا بقول يعني مش عارفة. هو انا ما جربتش بصراحة احط البولتي في المية. انا بعد اول سمكتين حصل فيهم كده ما قررتش. بصوا انا بقى لو تاخدوا بالكم الطاسة كان جلد السمك يعني كان ايه، كان مسك فيها، يعني انا سلكته بالعافية، السمك مسك في الطاسة حرفيا يعني، مع ان الزيت كان مقدوح كويس. طبعا غسلت الطاسة تاني لو تاخدوا بالكم وحطيت الزيت، وده بقى الشكل النهائي. طبعا السمكتين اللي من تحت دول اول سمكتين اهو، بصوا الجلد كان متقشر ومتشال، بس انا كنت ايه يعني حاولت بقدر الامكان انا ايه يعني اعدله يعني. والباقي بقى هنا كنت بعمل بقى بقية السمك وايه وقليته بقى كله. طبعا هنا بقى حبيت ايه يعني انوع. احنا بقالنا فترة متعودين طويلة جدا ناكل السمك مشوي، فحبيت بقى اغير المرة دي، فقلت قشر البياض هقليه، والبولتي هعمله صيادية في الفرن. هنا بقى جبت الصينية اللي انا هشتغل فيها، وخرطت بصلاية كبيرة كده ومعاها قرنين فلفل، ده فلفل بارد رومي بارد يعني. وهبدأ بقى ان انا ايه اشوحهم. بس طبعا انا هنا مش هحمر بصل خالص، انا هدبل البصلايه بس فقط لا غير. هنا بقى طبعا كان عندي بقى صلصه طبعا من الفريزر، قلت بقى ايه حطيتها وهغطي بقى واسيبها ايه تتسبك بقى كده مع نفسها. مش هحط دلوقتي ولا ملح ولا كمون ولا حاجه، انا بس كده هغطي واسيبها ايه تتشرب. هنا بقى طبعا سوري يعني اسيبها تتسبك. بعد بقى طبعا ما اتسبكت كده وفكت، حطيت كزبره وكمون وملح بس كده، وهبدأ بقى ان انا اقلبهم. وهنا بقى كانت خلاص هسيبها بالظبط 5 دقايق كمان، لان انا مش عايزه فيها ميه وكده، انا عايزاها تبقى ناشفه. وبعد كده بقى هحط بقى فيها السمك. عايزه اقول لكم طعمه كان جميل جدا بصراحه يعني. بصوا بقى لون السمك هنا، يعني انا هنا بقى ما عملتش ابو ميه ده بصراحه. عايزه اقول لكم يعني لا، طلع بصراحه فيه اختلاف. كمان الكركم اللي احنا بنحطه في الدقيق بيخلي السمك لونه جميل بصراحه. هنا بقى طبعا بحاول ان انا ايه يعني اسلك بقى كده. اه نسيت برضو اقول لكم ان انا شلت جزء من الصلصه هرشه على الوش، بس طبعا هنا عشان في سمكية هتتحط على السمكتين دول، فبدأت ان انا ايه يعني احط على دول صلصة عشان لما احط عليهم السمكية يبقى هما ايه يعني يتشبعوا بالصلصة وكده. طبعا بقى بقية الصلصة في الطبق هرشها بقى دلوقتي على على بقية السمك كله، طبعا بعد ما احط السمكية الباقية. هنا بقى اهو عملته كله، ده بقى مش هدخله الفرن، هدخله في الشواية بس. حطيته في الشواية لحوالي ربع ساعة يعني على ما خد لون كده، وده بقى شكله النهائي. هغرف بقى الرز وهجهز لكم بقى الاكل واوريكم الشكل النهائي بقى ليه. طبعا ده بقى كان الاكل بقى كده الشكل النهائي. طبعا ده الرز اللي احنا عملناه، عايزه اقول لكم والله طعمه كان خطير جدا. وده بقى السمك، وهنا بقى عملت سلطه، وده بقى السمك المقلي، وحبة بقى جرجير كانوا باقيين بقى عندي كده كنت جايباهم، حطيتهم يعني في قاع الطبق تحت السمك، والباقي ده حطيته في طبق. وده بقى كان الفيديو النهائي. اتمنى لو عجبكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.